من هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أنا أدعوكم إلى التفوق. الدنيا كما ترى، نأكل ونشرب وننام. إن كنت كذلك فأنت واحد من 6,000 مليون، لا تقدم ولا تؤخر. لم لا تكون متفوقاً؟ لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تفوق. الدعوة إلى الله تحتاج إلى انضباط، أن تكون الأول. إن كنت طبيباً الطبيب الأول، إن كنت محامي المحامي الأول، إن كنت مهندس المهندس الأول، إن كنت تاجر التاجر الأول. شيء سهل جداً، بس يحتاج إلى تخطيط. إخوتنا الكرام، والخبر مؤلم جداً أنه بال100 شاب ما في إلا 3 يعرفون أهدافهم ويتحركون نحوها. بال100 شاب 3% فقط هدف واضح. أنت الآن ماذا تريد أن تكون حينما تتخرج من الجامعة؟ تحب أن تكون عالم، تحب أن تكون طبيب، تحب أن تكون تاجر كبير، صناعي. فكر. كلمة قرأتها قبل 40 عام ولا أنساها: إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة أو إيمان. أقول لك بشكل واضح: اطلب ما شئت من الله. إن كان الطلب صادقاً وقدمت الثمن وهو السعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فلا بد من أن تصل إلى هدفك. هذه حقيقة. أنت علاقتك مع الله علاقتك مع الذي بيده كل شيء. قال لك: عبدي اطلب تعطى، لا أكلفك إلا أن تطلب بصدق. اطلب بصدق وأنا أعطيك. خلاف ما يقال: ظروف صعبة، الدخل قليل، ضغوط عالية. وعود الله عز وجل فوق الزمان والمكان. وعود الله عز وجل فوق كل المعطيات. وعود الله عز وجل فوق كل الظروف. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.